أهلين حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم هعمل إدام هندي بطريقتي، سهل وبسيط وإن شاء الله يناسبكم. طبعا هنا مفروم نفس العادة اللي نحن بنعملها دايما. طبعا الهيل وزبدة وزيت، ممكن سمن، وهنا ورق الغار وهيل وقرفة طبعا حينشال. طبعا كده نص استوى. حضيف عليه بصل وثوم وجزر وفلفل رومي وطماطم، هينخلط في الخلاط مع وصلة صغيرة جنزبيل. هيكون زي كده، نقلبه مع بعض والنار تكون هادية ما تكون مرتفعة. طبعا هنا البهارات اللي عندي اللي عملناها قبل كده الهندية، مع رشة بسيطة من القرفة ورشة بسيطة جدا من الملح، عشان البهار الهندي فيه نسبة الملح فما حتكتره. هقلبه وهضيف عليه البطاطس واغطيه. هذه البطاطس حسب الكمية، تبغوا البطاطس كتير والمفروم قليل، تبغوا لا المفروم كتير والبطاطس قليل، انتوا حرين، او ممكن متساوية، انتوا حرين. زي كده ضفت شوية صلصة الين تستوي البطاطس، وحط في النار واغرفها. الخطوة نحط الفحم على الزيت ونغطيه بالقدر وكده غلقنا. كده ما شاء الله تبارك الرحمن. اضفت الكزبرة وشوية بسيطة من الشبت، اختيار الشبت، تبغوه ولا تلغوه انتوا حرين، بس يدي نكهة مرة لذيذة. كده هغرف وبالهنا والعافية علينا وعليكم. الله تبارك الرحمن، بالهنا والعافية علينا وعليكم.